أحبابي الحلوين إلي عتب عليكم بنزلكم وصفات كتير حلوة وسهلة وسلسة وبتشوفوها كاملة وببين عندي وبس ما بتحطوا اشتراك للقناة. لذلك يلا اشتركوا بالقناة واعملوا شير ولايك للفيديو لتحبوه. معمول المد من أطيب الأكلات بطريقة سلسة وسهلة كتير وتركاتها. تابعوا معي لآخر الفيديو لتشوفوه. بالبداية كوبين من سميد الخشن رح أضيف عليهم كوب من طحين الفرخة اللي هو عبارة عن سميد ناعم مطحون، نصف كوب طحين عادي، ونصف ملعقة صغيرة من الكربونات، وثلاث أرباع الكوب من السمن الحيواني، ضروري يكون حيواني، وملعقتين صغار من الماء زهر ليعطي نكهة. ورح أخلط المكونات كلياتها مع بعضها. هيدي الخطوة كتير كتير مهمة قبل إضافة السائل. هلأ بوعاء حطينا كوبين ماء على ملعقة صغيرة خميرة وربع كوب السكر وربع كوب من حليب البودرة، وحخلطهم مع بعضهم. خلي السكر والخميرة يتفاعلوا مع بعضهم منيح. بعدين حضيفهم للسميد يلي حطيناه مع السمنة بهذا الشكل، واخلط العجينة كلياتها مع بعضها لتصير عندي بهذا الشكل. هلا بالنسبة للقشطة رح أضيف 4 ملاعق من طعام من حليب البودرة، 3 ملاعق طعام نشا، كوب ونصف ماء، و2 ملعقة كبيرة من السكر. وخلط المكونات كلياتها مع بعضها على البارد وانقلها على الغاز لحتى أتابع التحريك ويتماسك عندي القوام مثل ما انكم شايفين بالصورة. أحبابي ما تنسوا أحبابي إذا وصلتوا لهون من الفيديو حبيتوا الوصفة إنكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وشير وتشيروا الفيديو مع أحبابكم. ضفنا للخليط علبة قشطة جاهزة وملعقة زبدة صغيرة، حطيناهم هيك كلهم مع بعضهم. فيكم تضيفوا أيضا ماء الزهر بيعطي نكهة كتير طيبة، ملعقتين صغار. هنحط القشطة بالبراد لحتى تكمش شوي، ورح أدهن كعب الصينية بالزبدة أو سمن حيواني اللي انتو بتحبوه. أنا دهنتها بزبدة. هون العجينة ارتاحت. شوفوا قوام العجينة هيك لازم يكون بعد ما السميد امتص السائل بشكل جيد. رح أقسم العجينة لقسمين بهذا الشكل، وراح أول قسم رح أحطه بهذا الشكل. لاحظوا حطيت استعنت بكيس نايلون أو قطعة نايلون نظيفة لحتى مدة وتكون الارتفاع كله مع بعضه متناسق. بعد ما مديتها بهذا الشكل بكعب الصينية لأول شقفة من العجينة رح أضيف القشطة أيضا. هحاول ما أوصل القشطة على الحفاف لحتى ما تلتصق بالصينية وتحترق. ولاحظوا أحبابي كمان قطعة العجينة الأولى اللي مديتها بالصينية عليت لها حفافة عن الجناب. بالنسبة للقطعة الثانية أيضا مديتها بين شقفتين نايلو أسهل رح شيلها هيك بطريقة تكون سهلة علي لحتى مدها فوق القشطة، لأنه ما فينا نكبس طبعا. رح نمدها هيك على راحتها. قطر الصينية تقريبا 60 سنتي. أنا طبعا عملتها كبيرة، فيكن تعملوها صغيرة وتقسموا كل العيارات للنص. هيك أنا حطيتها ورح حط قطر فوق العجينة اللي مديتها لحتى بس أمرها تعطي لون حلو على درجة حرارة 200. حطيتها بالفرن من الأعلى ومن الأسفل بهذا الشكل أحبابي. ونسيت لكم إنه لازم بسكينة أعمل لها فتحات هواء بهذا الشكل لحتى ما تنفخ معي ويصير شكلها مو ظريف أبدا. بعد ما طلعت هي وسخنة حطيت عليها قطر بارد لحتى يتشرب مباشرة. وهيك بتكون خلصت وصفتي. إن شاء الله ألف صحة وهنا. عن جد طلعت طيبة أحبابي. بنصحكم تجربوها، كتير سهلة صدقوني، ما بدها معلمية أبدا أبدا. ما تنسوا أحبابي إذا حبيتوا الفيديو لايك وشير واشتراك بزر السبسكرايب الموجود بأسفل الفيديو. إن شاء الله ألف صحة وعوافي. باي.